تعال اقول لك ازاي ممكن الظلم والقهر يوصلك لحبل المشنقه. هحكي لك قصه بسيطه. انا حاليا متوجه دلوقتي لمحكمه شمال القاهره، رايحين نحضر قضيه محكوم فيها على المتهم الموكل بتاعنا بالاعدام قدام محكمه جنايات اول درجه. ليه اتحكم عليه بالاعدام؟ دي في قضيه قتل. ايه ظروف بقى القضيه؟ هقول لك طبقا لاقوال المتهم والشهود بتوع المتهم كانوا بيقولوا ايه. المتهم ده كان في شراكه ما بينه وما بين اشخاص معينين، فحصل خلافات ماديه ما بينه وما بين الاشخاص دول، فاتخانقوا مع بعض. فالاشخاص دول واحد منهم، هما 2 اخوات، واحد منهم مسكه وجاب سكينه وقام معوره وجاب له وشه من اول هنا لحد هنا وقطع له اوتار و الى اخره. طبعا الواد اتشوه وراح المستشفى، مستشفى الدمرداش، قعد فيها حوالي 9 ايام. راح بعد كده عشان يعمل محضر في اسم شرطه عين شمس، ما رضيش يعمل له المحضر. قال له انت من المحافظه خارج المحافظه ومش عارف ايه، قصه كده طويله عريضه. ده طبقا لاقوال المتهم. فاهله خدوه في المحافظه بتاعته علشان يعالجوه والى اخره. فحس من جواه كده ان حقه ضاع، حس بظلم، حس بقهر. انا اوتار اتقطعت في وشي، انا وشي اتدمر، انا بقيت مشوه طول حياتي. والألعن من كده ان الولد اللي كان ضربه ده بالسكينه كان مصوره فيديو وقام منزل الفيديو بتاعه ده على الفيسبوك كحاله كده على الفيسبوك علشان يعلم عليه في وسط يعني ايه اصحابه وحبايبه ومعارفه والناس كلها. مصيبه كبيره جدا. وقت حس بقهر وحس بظلم وحس باحساس فظيع، وخاصه ان المحضر بتاعه ما تعملش. فبناء على ذلك الولد ده وهو شغال في عين شمس لقى اخوه اللي ضربه وهو قاعد على القهوه. المتهم بتاعنا كده كان قاعد على القهوه هو والواد اللي شغال معاه، هما شغالين على توك توك. فلقى اخوه اللي ضربه ماشي بالتوك توك كده، فاهم، مسلم عليه، وايه انت ليك عين تيجي تاني هنا بعد ما اتعلم عليك في المنطقه ومش عارف ايه، ده انت يا ده انت كاني ده انت ماني هوب. الواد استفز جدا فطلع جري وراه بالتوك توك. كان معاه سكينه، نزل علشان يعلم عليه او يعوره زي ما اخوه عوره برضه في وشه ويصوره فيديو. قال للواد اللي كان معاه صورني فيديو وانا بعوره برضه علشان انزله على الفيسبوك علشان ما يبقاش حد احسن من حد. فهو نازل بيتخانق معاه بيضربه كده في وشه شمال في يمين، خبطه هنا على خبطه هنا. فالواد قام ماسك ايده، فهو ماسك ايده قلتت كده فقامت جايه في قلبه، مات. بناء عليه اتحكم على الولد قدام محكمه اول درجه بالاعدام. انا مش جاي اتكلم معاك على قصه قضيه القتل دي، انا قصدي الكلام كله. شفت الظلم او القهر وصله لحد فين؟ يعني شفت احساسه بالظلم او بالقهر وصله لحد فين؟ لو كان فعلا كلامه صحيح او طبقا لاقواله كلامه صحيح وكان يتعمل محضر والمتهم جاب في وقتها واتحكم عليه واتعاقب وتحبس احتياطي كان الموضوع ممكن يكون برد شويه بالنسبه له. بس هو قال لان الاسم ما عمليش المحضر، اسم عين شمس ما عمليش المحضر، فانا قلت اخد حقي بنفسي. وانا في الفيديو ده مش بقول ان كلامه مصدق او كلامه صح او كلامه غلط، يعني برضو انا مش بقول ده صح او غلط او ده حصل او ده ما حصلش، انا بقول لك كلامه ايه. المهم انا بتكلم عن الاحساس بالظلم والاحساس بالقهر. يعني انا كان عندي واحد الاسبوع اللي فات، شخص الاسبوع اللي فات منصوب عليه في شقه عمر مبلغ كبير جدا ضخم، عشان شخص وثق فيه ثقه عمياء والى اخره وعشره العمر وصديق العمر وصديق الطفوله نصب عليه في مبلغ كبير جدا ومش واخد عليه اي ورق ولا اي حاجه ولا اي اثباتات ولا. فيعني بنحاول نحسن الموقف بتاعه. قال لي اقرب مصحف فين؟ فقام ماسك المصحف وقام حاطط ايده على المصحف. قال لي والله العلي العظيم لو انا ما عرفت اخد حقي يا استاذ احمد بالقانون هقتله. دي واقعه من ضمن والله مئات الوقائع اللي بتجيلي بنفس الموضوع ده. لو انا ما عرفتش اخد حقي انا ممكن ارتكب مصيبه، ممكن ارتكب جنايه، ممكن اعمل كذا، ممكن اعمل كذا، ممكن اعمل كذا. فكلامي كله عن الاحساس بالظلم والاحساس بالقهر ان يبقى القانون في اوقات كتيره جدا مش في صفك، ما يعرفش يجيب لك حقك، سواء تقصير منك او تقصير من المواد القانونيه ذات نفسها. في مواد قانونيه كتيره جدا عندنا في القوانين محتاجه تتراجع، محتاجه تتعدل، محتاجين ان يبقى في سرعه في القضاء، سرعه في الفصل في القضايا، سرعه في تنفيذ الاحكام. يا فرحتي ان انا جبت حكم على واحد ضربني او هتك عرض ابني ولا بنتي ولا سرقني ولا عور لي وشي زي ده وما يتنفذش، والواد يبقى قدامي رايح جاي قدامه بيطلع لي في لسانه وما يتنفذش.
يا فرحتي، هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه ايه الحكم؟ نار بتبقى قايده جوه الراجل المظلوم والمقهور، لان انا شفت النماذج دي كتير جدا، فبقيت حاسس بنارهم، حسيت بنار الظلم بتبقى عامله ازاي. فنرجو من الساده الممثلين في النواب يعني يتكلموا في النقطه دي، نقطه خطيره جدا في تنفيذ الاحكام وسرعه القضايا، ويراجعوا المواد اللي محتاجه ان هي تتعدل، وخاصه قضايا النصب، قضايا المواريث، قضايا تنفيذ الاحكام، سرعه الفصل في القضايا، و حاجات كتيره جدا محتاجه ان احنا نعيد نظر فيها، علشان ما فيش اي حد منكم يقع في ظلم او في قهر او يحس ان هو مظلوم او مقهور فيقع في مصيبه تانيه ألعن من دي. شكرا.